باشا العربية عدت ال 100,000، انت محتاج تغير الزيت بتاعك ده وتحط زيت 5000 عشان الموتور ده ماشي كتير. الجملة دي اكيد انت سمعتها كتير وانت عند الميكانيكي بتغير الزيت، وانا هنا جاي اقول لك انك لو سمعت كلامه فانت كده بدأت تلعب في العمر الافتراضي بتاع موتور عربيتك. انا طارق صلاح وده الجرار. مفيش حاجة أصلا اسمها زيت 5000 وزيت 10000، الزيت بيتقاس باللزوجة، ولزوجة الزيت المناسبة لعربيتك مكتوبة في الكتالوج. مشيت 100,000 مشيت 500,000 هي نفس اللزوجة. الزيت اللي الميكانيكي عايز يحطه لك ده هو زيت أساسه معدني مصنوع للعربيات القديمة اللي موديلاتها قبل سنة 80، لكن الزيوت بتاعت العربيات الحديثة زيوت تخليقية، زيوت اتعملت في المعابد، زيوت معموله للخدمه الشاقه وتقدر تستحمل مسافات طويله. انت ممكن تغير اللزوجه بتاعه زيت عربيتك في حاله واحده بس، ان الموتور بتاع عربيتك بدا يستهلك زيت في حدود غير المسموح بيها، وساعتها انت مسموح لك انك تستخدم زيت لزوجته اتقل بس برضه يكون زيت تخليقي، او في الغالب ده بيبقى عيب موتور، فانت محتاج تعالج الموتور الاول مش تغير لزوجه الزيت. وخلي بالك ان مش اي نقص في الزيت بيعبر عن مشكله، لان في نسبه مسموح بيها لنقص الزيت ودي برضه بتبقى مكتوبه في الكتالوج بتاع العربيه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تبعته للميكانيك عشان الكل يستفيد.